السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الدكتور المصري سعد أبونار، والذي كان مشرفا على بحث الدكتوراه ديالي أبو الغيث منير العربي، وأشكر كذلك كل الدكاترة والأساتذة الذين أطرونا في خلال هذه الدورة الدكتوراه المهنية في الكوتشينغ والصحة النفسية والمهارات الحياتية التي نظمها مركز أفوس، مشكورا برئاسة الأستاذ أحمد السعيدي مدير المركز، وكذلك الدكاترة والأصدقاء الذين تمكنا من صقل مواهبنا معهم خلال هذا البحث. وأشكر كذلك الأستاذ بن خدة على مرافقته لنا طيلة هذه المدة، وأشكر كذلك كل الأساتذة، ونجعل هذا البحث وهذا المجهود صدقة لوالدينا ولمن علمونا ولمن ربونا. وأشكر كذلك كل الأصدقاء الأعزاء، ومنهم الأستاذ أحمد السعيدي مدير المركز الذي باهتنا بمواهبه الخاصة التي أثقل بها مواهبنا، وكذلك مجموعة من الأصدقاء الأعزاء اللي شرفونا وشرفتنا المعرفة ديالهم سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، والذين كانوا مشاركين معنا في الفوج الأول لدرجة الدكتوراه المهنية في الصحة النفسية والمهارات الحياتية والكوتشينغ. ونشكر الجميع صغارا وكبارا، حفظ الله الجميع ومتعنا بهذا العلم لنجعله خالصا لوجهه. وقد أدينا قسم المهني للدكتوراه للدكاترة، لأننا جد مسرورين على تحمل هذه المسؤولية وهذا العبء الثقيل، والذي يجعل ثوابه خالصا لوجه الله تعالى. وكما تتبعتم عبر القنوات الوطنية الدكتور سعد أبونار الذي استضافت عدة قنوات مغربية كمحاضر دولي في الصحة النفسية والإرشاد الأسري. وكنشكر كل الدكاترة الذين أشرفوا على هذا البحث، نشكرهم جزيل الشكر على ما أتحفون به من مواد علمية نافعة لكل زمان ومكان، والتي تقوي شخصية كل متدرب وكل مؤطر. وشكرا جزيلا كذلك لقناة مغربية بريس التي غطت هذا الحفل البهيج. وكذلك نشكر كل الأصدقاء، الدكتور حسن برهون رئيس الشبكة الأورابية للصحة والسياحة، والدكتور مولاي هاشم السقلي بالمحمدية، وكذلك الأستاذ عز الدين بن جلون التويمي رئيس اتحاد النقابات الشعبية، الأمين العام لاتحاد النقابات الشعبية، وكذلك الأستاذ بن خدام مبارك رئيس رابطة رئيس رابطة المسنين بالحوز. ونشكر كل الإخوة الذين آزرونا وشاركونا، وتحية للجميع وبالتوفيق للجميع، وشكر جزيل لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل البهيج. وشكرا مرة أخرى للدكتور سعد أبونار على إشرافه على بحث الدكتوراه ديال أبو الغيث منير العربي من مدينة خنيفرة، وتحياتي للجميع. وكان هذا هو القسم المهني الذي أديناه، وهذه الشواهد التي حصلنا عليها والدبلومات. نشكر مركز أفوس الذي أتاح لنا هذه الفرصة الجميلة، وشكرا جزيلا لكل الحضور وكل الذين أتوا لمؤازرتنا كالأستاذ نجيب البصيري وجميع أصدقائي ومعارفي. تحياتي لهم وتحية لمغربية بريس، وشكرا جزيلا. التنمية الذاتية سعداء بكم هذه اللحظة إن شاء الله بإذن الله سيكون الفوز المتخرجين من برنامج الدكتوراه وبرنامج الإجازة المهنية، فمرحبا بكم ونرجو أنكم تسفيق لهم. مرحبا بكم، معكم الأخوة سيد أحمد مدير عام لمركز أفوس للتدريب والاستشارات بالقناة. يأتي هذا اليوم حفل التخرج في برنامج الدكتوراه المهنية والصحة النفسية والمهارات الحياتية، وكذلك الفوز الثاني
من برنامج الإجازة المهنية في التنمية الذاتية. اليوم الحمد لله بعد ثمرة لمدة 5 سنوات تتوج بهذا الحفل البهيج، بهذه المناسبة الكريمة التي نحتفل بها بهذا التخرج، بهذا المتخرجين الذين درسوا وتدربوا في مركز أفوس للتدريب والاستشارات الغني عن التاريخ، والذي أسس منذ 5 سنوات أو 6 سنوات. والحمد لله مركز أفوس يعرف ببرامجه المتعلقة وبرامجه المتميزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يستجيب الدعاء وفعلا لبى النداء. رقيبنا إدريس الزمانطة. سأدعوكم جميعا لنقف لتلاوة الفاتحة ترحما على روح الرجل الطاهر. والسلام على أشرف المرسلين. بصراحة قبل أن أقول كلمتي كمدير عام مركز أفوس للتدريب والاستشارات، صراحة هذه الوقفة اللي وقفناها ترحما على أحد عمالقة مركز أفوس وأحد متخرجي مركز أفوس وأحد إخوان مركز أفوس، احسبوا أخ صديقا لم تلده لنا أمنا. صراحة تحس بأنه حضر معي، وروحي سمته كلماته توجيهاته. وكان يشتغل مدير إعدادية بنكناس، ولكن الحمد لله لبى نداء ربه الله يرحمه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أرحب بجميع الضيوف، أحيي جميع الضيوف الذين حضروا لحفل تتويج الفوز الأول من برنامج الدكتوراه المهنية في الصحة النفسية والمهارات الحياتية والتوظيف، وكذلك الفوز الثاني للإجازة المهنية في التنمية الذاتية. وأرحب بجميع الحضور من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك من فرنسا كضيفة شرف لهذا الحفل. كذلك أحيي جميع الأساتذة الجامعيين، وأحيي أحد أساتذة جامعة ابن طفيل في حسن الزواوي، لأنه الحمد لله يعني نتمنى تكون العلاقة واتفاقية بين الجامعة المغربية، وإن شاء الله بإذن الله. ولا ننسى إن شاء الله بإذن الله لنا شراكات إن شاء الله بإذن الله مع أكاديمية من دولة فرنسا الحمد لله، وسنوقع إن شاء الله اليوم إن شاء الله اتفاقية إن شاء الله كذلك. نعم، أحييكم في هذا العرس البهيج، أحييكم في هذه المناسبة الجميلة والرائعة. أشكر المقدم الرائع الدكتور سي صفاء على الكلمات الرائعة اللي في الحقيقة نسأل الله أن يصححها. كذلك نيابة أصلا نفسي ونيابة عن دكاترة التكوين الرسمي والتكوين الدكتوراه الصحة النفسية والكوتشنج والمهارات الحياتية، أتقدم بالشكر الجزيل
لهذا الدكتور الأستاذ السعيدي، هذا الرجل الشامخ. لكن في الحقيقة إن أردنا أن نتحدث عن تكوين الصحة النفسية والكوتشنج، ينبغي أن نرى نموذجا عمليا. فبالتأكيد النموذج العملي، الرجل القيادي الذي جمع ما بين الحياة الفكري والجرأة العلمية هو فضيلة الدكتور الأستاذ السعيدي. فأود أشكره مرة أخرى أصالة عن نفسي ونيابة عن دكاترة التقويم جميعهم. الحضور لأنك تتكلمون جميعا العربية، و ميم طون أنا بغيت باش نشرفكم حتى أنا في الدولة الفرنسية في الويب ديالي خصني ندير لا تراديكسيون أون فرونسي، لأن في فرنسا ما غيعرفوش العربية، دونك خصني نرضي الضيفتين، نرضي المغرب ونرضي الضيفة الأخرى. كما تنقولوا أنا السفيرة اللي كنجمع لي كومبيتونس ديال المغرب وكنجيب لكم لي كومبيتونس من فرنسا ومن على صعيد الدولة. اسمحوا لي اولا ان اعبر عن شكري لجميع الحاضرين اليوم لمشاركتكم في هذا الحدث الهام، وهو حفل توزيع شهادات الدكتوراه المهنيه في الصحه النفسيه والكوتشينج، وذلك رغم فصل الصيف والشاطئ والعطل. كما لا يسعني الا ان اشكر كل من وثق بنا وشارك في جلسات التدريب التي نظمتها مركز الفوس بقيادة الكوتش الأستاذ الدكتور سعيدي أحمد بمشاركة l'IOBA International Education Academy France. Nous aspirons à continuer à dispenser ces formations avec un engagement d'offrir aux participants un cursus modèle et un staff de formateurs que je félicite à cette occasion compétent et imminent. À cet égard, je tiens à vous réitérer nos engagements, M. Saidi du Centre AFOUS et moi-même IOBA de France. بلواء السعيدي تحت تصفيقاتكم لحظة عقد الشراكة ما بين الأستاذة رجلان مكيلي والدكتور أحمد السعيدي. مع مركز أفوس للتدريب والاستشفاء المغرب، وأن أفتخر بهذه الأستاذة الدكتورة رجلان مكيلي التي هي ما شاء الله دين النساء المغربيات الحديديات اللواتي تحدينا الغربة، تحدينا العراقيل وتحدينا الصعوبات وفرضنا أنفسهن على المرأة الفرنسية. صراحة أفتخر وأرفع القبعة على هذه السيدات. السنة ديالنا الدكتوراه ديالنا كنا كذلك مدينا للدعائم ديال مركز أفوس، وهذا عقد شراكة صراحة وليدة اليوم جات مدة 4 سنوات، ونحن نخطط ونبرمج ونتكلم ونتشاور باش نخرج بهذا المولد الجديد، الاتفاقية الجديدة والشراكة الجديدة وهذا المولد الجديد اللي غادي ينفع وليدة المغرب وينفع وليدة أفوس وينفع وليدة المغرب كله. الحمد لله بفرنسا برئاسة الدكتورة رجلان مكيلي كنفتكروا بأنها أكاديمية معترف بها في فرنسا، معترف بها في دولة فرنسية، أكاديمية أكيد، ماشي شي مركز عادي ولا هذه انت ماشي مع اكاديميه دير عقد شراكه مع الدوله، مع مدرسه تبع الدوله او اكاديميه تبع الدوله. وهذا ما نتمنى ان نعقده مع جامعات ومعاهد مغربيه باش نطوروا هذه البرامج، باش نعطوا لافالوغ لهذا الدبلوم، نعطوا لافالوغ لهذا البرامج اللي تنظمها مركز أفوس. وهذا الحمد لله يوم سعيد، هذا الحفل هذا البهيج، هذا اليوم السعيد ديال حفل تخرج طلبة الدكتوراه وطلبة الإجازة. اليوم إن شاء الله بإذن الله كنباشر توقيع هذا عقد شراكة بين أكاديمية أوبيان مع مركز أفوس. فمرحبا بك أستاذة رجال مكيلي وأهلا وسهلا بك بهذه المناسبة، وعلى بركة الله إن شاء الله نوقع اتفاقية إن شاء الله بإذن الله. إذا بسم الله على بركة الله.
سيدي أحمد سيدي أحمد السعيدي مركز أفوس ولا غزلان الوكيلي. إذا ما بقاوش كنتسناو قولوا معايا واحد السلام عافاكم. إذا قيمة مضافة، دم جديد سيضخ في دماء أفوس، وهي دفعة جديدة للمركز من أجل العطاء المعهود فيه. غزلان الوكيلي عربون محبة، عربون عطاء، عربون تعلق، عربون للمرأة المغربية في الديار الفرنسية ذات المنتدى مركز أفوس للتدريب والاستشارات، نقدم لها الشهادة، شهادة الدكتور الفخرية. آنذاك أخذ جميل، فالله يجعلنا إن شاء الله من طالب العلم ومن إن شاء الله من الذين يتنفعون به وينفعون به إن شاء الله في مسيرة بإذن الله جميعا. لا يسعني إلا أن أشكر سي مصطفى المنشط الهرم، أحد هرمات مركز أفوس. الشكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك الشكر للسي أحمد سيدي. ما يمكنش ندوز هذه الفرصه نشكر استاذي الذي أبين له كل الاحترام والتقدير والمحبه. انسان اب روحي، اخ صديق، استاذ، مربي، جمعنا في المسار ومشغول زال دائما بالجديد. هاد العزيمه اللي عندهم وهاد التضحيه وهاد انا شفت المسار ديالكم وخص المسار ديالكم، يعني ما شاء الله. اولا كنهنئ الجميع وخصوصا الاساتذه اللي استعملونا، الصوت الدافئ ديالو، الاساتذه اللي ما حضروش اللي كونونا وصبروا لينا واش كيتسنى كنسالكم واش راكم معنا ولا فشيتوا. الله يجازيهم عنا بخير. كذلك كنهنئ سيدي احمد بالقلب الطيبه ديالو، والله عليه العظيم بدون زعما نفاق ولا هذا السيد يستعتاج، لانه اولا من لا شيء كون اشياء، كون رجال، كون منهم عدتوا هذيك ومازال ان شاء الله العطاء. وحنا وليداتو، حنا راه الاشاره ديالو وان شاء الله اي حاجه يطلبها منا سيظل معنا حاضرا في كل حركاتنا وسكناتنا. ابتسامته شخصيا وجميع الدكاتره اصدقائي نراها دائما امامنا، لن تغيب يا ادريس، ستظل حاضرا في الذاكره وستظل رمزا للتضحيه، لطلب العلم، للمعرفه، للطيبه. ما يجعلني اقبل القضاء والقدر هو ان ادريس بعد ان غادرنا ترك امامنا بنتين وولدين وزوجة من اروع خلق الله. ونادي على الاسره الكريمه لتتفضل للتسلم إذا أخي سعيد حموش سيسلم الدكتوراه النهائية التي كان سيتسلمها أخي إدريس بيد الدكتور أحمد السعيدي
ستتسلمها أسرته الكريمة نيابة عنه. وللإشارة فجميع الإهداءات بحوثنا لنيل شهادة الدكتور. إذا جميع الإهداءات كانت إهداء إلى روحه الطاهرة. لحظة إذا الأستاذ الدكتور حمد سعيد هي الأسرة الكريمة تتسلم شهادة الدكتوراه وصورة الفقيه. إذا كما نقول دائما ربما خسرنا جسدا لكننا الله الصغير على جميع قال أحسن السلام. أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وألا يجعله حفرة من حفر النار. أطلب من الله سبحانه وتعالى راجيا أن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعله رفيقا للمصطفى إن شاء الله. خصاله الحميدة تؤهله فعلا أن يكون إلى جوار الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أروع عنوان الديوان. الديوان عنوانه يحمل ألف معنى للجمالية للروعة لحب الكلمة. الأستاذة أبت إلى أن تعنون ديوانها بلوعة قلم. تشخيص ظاهر للقلم وإعطاؤه إحساس الإنسان. وتتفضل الشاعر مشكور. شكرا على الدعوة الكريمة. وهنيئا لكل الدكاترة والمتفوقين هذا ديواني عطاكم الكويت انتوا عطاكم بارك الله فيكم في معرض الكتاب 2024 في نشر الكتاب وخلاصة المعاناة النسائية. قصيدتي أسميتها أنثى بنكهة الرقيق. أنا الأنثى، أنا الأنثى التي جمعت كل المتناقضات وشتى أنواع المستحيلات. أنا الأنثى مارست برشاقة كل الهوايات، نجحت في مختلف الاختصاصات، قوية كالحرب، ناعمة كالسلام، عزيزة النفس كالخيل. أنا الأنثى، أنا الأنثى التي تختلس أيامها المليئة، تبحث دائما عن ملامحها السابقة. أسقط وأنهض، أتألم أتعلم، أقوم ولا أنكسر. أنا الأنثى عدمة كالطفلة. جمعي بالمبادئ التالية: أولا احترام خصوصية العمل، ثانيا الالتزام بقواعد العمل المهنية، ثالثا تقديم الدعم بلا تمييز أو تحيز، رابعا تطوير مهارات الشخصية. تقديم الاستشارات. أن ألتزم الاحترافية في تقديم الاستشارات. أن أمتنع عن استغلال العملاء. أن أمتنع عن